للوهلة الأولى وأنا داخل جناح شركة اتصالات الإمارات، افتكرت إن أنا دخلت مكان غلط، وإن أنا دخلت جناح شركة عربيات أو شركة طيران أو كده. لكن في الحقيقة بعد ما بصيت في المنتجات المعروضة أصبحت ممكن إن الاتجاه بتاع شركة أو شركات الاتصالات بشكل عام إن هي تتجه نحو الخدمات والسيرفيس أكتر من تركيزها على قطاع الاتصالات أصبح واقع. كل اللي انتم شايفينه دلوقتي سواء طائرة ديت توصيل أو توصيل طبعا ركاب عن طريق الطائرة مروحية، أو طبعا العربية دي الكهربائية بيتم شحنها باستخدام طبعا الكهرباء وصولا للطائرة دي. طبعا اعتقد دي ممكن تكون اكيد مش طيارة فرد واحد، ولكن ممكن توصيل خدمات او توصيل منتجات. فلأول مرة بتشوف جناح اتصالات ما بيركزش على خدمات الاتصالات، ولكن بيركز على حاجات سيرفيس تانية ممكن تكون مرتبطة بقطاع الاتصالات أو بتكمل الخدمات اللي ممكن يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زي ما انتم شايفين العربيات الكهربائية أو عربية الطائرة زي ما بيسموها، تقدر تمشي في الجو وتمشي على الأرض. طبعا المنتجات دي ما أعتقدش إن هي هتبقى مطروحة في السوق في الوقت الحالي، ولكن ممكن تكون قدامها سنوات، مثلا 3 أو 5 سنوات، وتبقى منتج مطروح للسوق. ومش كل الأسواق طبعا اللي هتقدر، طبعا باستثناء العربيات الكهرباء اللي ممكن كلنا مشاهدين مدى الإقبال عليها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة أو البنزين بشكل أساسي. فدي اللي ممكن تشهد طفرة كبيرة في ناحية الاستخدام. لكن طبعا السيارات الطائرة دي ممكن أعتقد تاخد لها فترة قبل ما تبقى ليها سوق وليها تواجد فعلي على الأرض. دي كانت جولة عالم رقمي في جناح اتصالات شركة اتصالات ومعرض جايتكس جلوبال. مشغلي الاتصالات يا جماعة بيتغيروا، رؤيتهم بتتغير واهتماماتهم بتتغير، وحجم اعمالهم اعتقد ان هو بيتغير، ومبقاش مركز على قطاع الاتصالات بس، لا حاجات تانية خالص اهمها السيرفيس وخدمات تكنولوجيا المعلومات. مش عايزين نقول وداعا لخدمات الاتصالات، ولكن ما بقتش هي تشكل اكبر عائد لمشغلي خدمات الاتصالات. مفيش ولا خدمة نقدر نقول كان اول لما باجي قطاع هنا بلاقي خدمات المالية، خدمات الاتصالات القائمة على استخدام طبعا الانترنت او ابلكيشن حتى او حاجة زي كده. لأول مرة باجي هنا جناح شركة اتصالات الامارات وبلاقيه زي ما قلت كده غير سيارات وطائرات كمؤشر لمستقبل قطاع خدمات التكنولوجيا والاتصالات في الفترة اللي جاية.